أهلاً بيكم يا أصحاب برج القوس في قناتكم هيرسكوب. هنا المكان اللي بيكشف لك أسرار الكواكب ويخليك عارف خطواتك جاية على فين. لو لسه جديد معانا اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان توصلك توقعات برجك أول بأول. توقعات برج القوس الأسبوع الأخير من أغسطس. الحب يا قوس، الأسبوع الأخير من أغسطس هيكون عاطفي جداً بالنسبة ليك. أنت من الأبراج اللي بتحب الحرية والمغامرة، وده ساعات بيخلي الشريك يحس إنك بعيد أو مش مركز. لو أنت مرتبط، الأسبوع ده محتاج منك إنك تقرب أكتر وتبين اهتمامك. حتى كلمة صغيرة أو لفتة بسيطة منك هتفرق جداً. في احتمال يحصل نقاش مهم بينك وبين شريكك بخصوص المستقبل أو التزامات العلاقة. الكواكب بتنصحك ما تخافش من الالتزام، بالعكس ده وقت تثبت إنك مش مجرد مغامر لكن كمان قادر تبني علاقة مستقرة. أما لو أنت سنجل، الأسبوع ده في طاقة قوية للتعارف. ممكن تقابل شخص مختلف عنك تماماً، بس هتلاقي فيه جانب بيكملك. ممكن يكون اللقاء في سفر أو مكان جديد عمرك ما رحتوش قبل كده. الحب هيجيلك بشكل مفاجئ ومن حيث لا تتوقع. برج القوس في مجال العمل. في مجال الشغل، القوس عنده أسبوع مليان حركة. ممكن يوصلك عرض أو فرصة ليها علاقة بالسفر، التعليم أو مشروع جديد. ده وقت مناسب إنك تتوسع وتتعلم حاجة جديدة تخليك تطور نفسك. لو عندك فكرة كنت مأجلها، الأسبوع ده مناسب جداً إنك تبدأ تخطط وتاخد خطوة أولى فيها. أنت بطبعك محب للتجديد والتغيير، وده هيساعدك تكسر الروتين اللي حاسس بيه. لكن خد بالك ما تدخلش في أكتر من مشروع في نفس الوقت عشان ما تتشتت. المال. الوضع المالي للقوس الأسبوع ده فيه حظوظ كويسة، لكن محتاج عقل. ممكن يوصلك مبلغ غير متوقع أو مساعدة من حد، بس في نفس الوقت ممكن يطلع منك فلوس بسرعة. الكواكب بتنصحك لو عايز تصرف، اصرف على حاجة تنفعك على المدى الطويل.